مستوى الارتكاز ويحتفل بحسام الصادق. إجراء احترازي. الصادق في الاحتياط ممكن يكون واحد من الحلول، واحد من الأسماء التي تلعب دقائق في الشوط الثاني، لأن هذه مباراة خروج مغلوب. مباراة خروج مغلوب معناه انه في سيناريوهات عديده مطروحه في هذه المواجهه. ممكن المباراه تمشي للشوطين الاضافيين وممكن تمتد حتى لركلات الترجيح، لكن ننتظر 90 دقيقه كيف سيدبر محمد وابي باي خيار تكتيكي. هل سيندفع مع البدايات؟ هل يكون حذر مع الدقائق الاولى؟ هل يلعب يعرف قوه المنتخب الامريكي، نقاط قوه المنتخب الامريكي بالاساس على الاطراف. هذه مراوغه اولى والفرصه الاولى لمنتخب امريكا. الضربه الاولى مبكره، الكره الاولى كانت في منتهى الخطوره على دفاعي المنتخب المغربي. من الثواني الاولى يبدا المنتخب الامريكي في الضغط على مرمى يانيس بن الشاوش، والكره تتحول الى ركن معما. يلا يا عثمان، عثمان 1 على 1، مر عثمان، انسل عثمان، العرضيه غير معقول ضاعت كرة الجول بعد انطلاقة جميلة من عثمان معما. برافو عثمان، هنا أول انسلال، مرور جميل بهذه الكيفية. هذا هو صاحب التمريرة الحاسمة. استفاد يلعب عليه كامبيل يبحث عن التسديد، والكرة لا زالت فيها خطورة، والحكم البيروفي يوقف اللاعب الأولمبيين، وكان حاضر في بداياته مع المنتخب الأول جريماتشي. هذه الكرة العرضية بالراس نعيم، بل هو علي معمر بالراس، والكرة إلى الكورنر. طبعا حاولت أن نقرب الصورة حول وضعية ومسار بعض اللاعبين الأمريكي. كامبل عنده إمكانيات كبيرة، هذا هو لاعب كامبل يمشي بالكرة البينية العرضية. يانيس برافو، هنا نعيم بايار يساند، انطلاقة من عثمان معما. هذا اختبار آخر يانيس بن الشاوش. يمكن المنتخب الأمريكي يبادر ويهاجم على دفاعاتنا طيلة الوقت. هذه الكرة العرضية ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك. لقطة خطيرة مرة أخرى، غوتزو هو من رفع الكرة تضرب في العارضة. وطبعا سأعيد الكلام مرة أخرى يا وابي، يمكن أن ندافع طيلة دقائق لشكل خطورة على دفاع المنتخب الأمريكي من طرف عثمان. يلا ياسين، عندك ياسين جسيم، 1 على 1، ياسين ينتظر فؤاد، ياسين يرفع كرة، ياسين وبالراس لا زالت مغربية، والخطورة والجول. ياسين السامري، نعم، يهز الشباك الأمريكية مع فؤاد السواري. الهدف الأول مشاهدينا، ياسين السامري الجوليادور، ياسين السامري بذكريات الهداف يشور في 2005. هنا يأتي الجديد بهجمة وبانطلاقة من الدرب الأيسر، فعل ياسين السامري ينافس الكبار في هذا المونديال على لقب الهداف. هنا الفرحة الأولى، هنا الضربة الأولى، هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية. جابها معما، جابها والله جابها معما، حطها بلمسة الفنانين الكبار. مرفوعة في القائم الأول وبالراس تمشي للركنية من جديد. يعني دقائق الآن فيها اختبارات في الكرات الثابتة، دقائق يبحث عن الحل. من يراقب هناك؟ سعد الحداد، والكرة ترفع ستترك إلى ضربة مرمى. نعم يقول الحكم. الكرات الثابتة تلعب الركنية بسرعة، خارجة الكرة. حكم يشير إلى ركنية من جديد وبطاقة صفراء لعلي معمر. بطاقة صفراء. ماذا حصل في اللقطة الماضية؟ الحكم إلى أين سيتجه؟ هذه الإعادة مرة أخرى. إذا أكد ضربة الجزاء. إن شاء الله تتصدى يانيس، إن شاء الله برا يانيس. كامبل الآن يتقدم، كامبل في الشباك. الوجهة كان صحيحة، لكن في نهاية المطاف هنا على يسار يانيس بن الشاوش. 1-1. هدف جاء في وقت صعب، جدا. يعني كنا قريبين من نهاية الجولة الأولى متقدمين. معلش لازلنا في المباراة. 1-1 لفائدة المنتخب الأمريكي.
يتحقق بأن كل الأهداف التي سجلت في مرمى المنتخب نوعا ما مبالغ فيه. اعتمدنا على المرتدات من كرة سجلنا هدف، ولكن كان تراجعنا واضح على مستوى الدفاع. إن شاء الله الأمور تتغير للأحسن خلال الشوط الثاني. هدف التعادل يبدو بأنه لا تغييرات من محمد وابي، هو نفسه مدرب مساعد للمدرب متروفيتش. وانطلاقه من الجهه اليسرى، هذه الكره العرضيه الراسيه بعد ذلك ولكن الى خارج ارضيه الميدان. كريماتشي صاحب الراسيه بعد التمريره. جوتزو، هذا هو جوتزو. اصبح عندنا مشكل في الجدوبان من الاخطاء في منطقه الجزاء، لان مع الضغط ممكن توقع احتكاكات. هذه البينيه خطيره. برافو 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 يا بعوف. 10 على 10 يا بعوف. 10 على 10. تدخل بامتياز من المدافع. سدد معمر سدد. لا زالت مغربي. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه فتراتكم، هذه دقائقكم، هذه العرضيه إلى الركنية، إلى الركنية. نعم يتدخل نوريس. الركنية تأتي للمنتخب المغربي الإعادة. هذا الزواني هنا بين أخذ ورد. تحولت سريعة مغربية. عثمان مر، عثمان عبر. الله على المرور، الله على المرور. البينية ممتازة ياسر، ولكن الأسرع كان المدافع. الأسرع هنا ساقطة داخل منطقة الجزاء. نعم هنا ترفع داخل المنطقة. عاد إليكم من جديد ليقول نعم لن نتنازل عن الانتصار، لن نتنازل عن الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار. هكذا هو التحدي بالفعل. السابير يتحدى الدفاعات الأمريكية، السابير يتحدى الدفاعات الأمريكية ويقول أنا حاضر. نعم سأكون الجوليادور في هذه البطولة. ماذا هناك؟ يبدو بأن بطاقة خضراء قادمة من المدرب الأمريكي في هذه اللحظات. هذا الصورة في كرة الجول ياسر السابيري. ننتبه ونكون مركزين تماما في هذه اللحظات. بينما كرة أمريكية الآن من الجهة اليمنى العرضية. تدخل بطولي. لا زالت الصعوبات في كرة مرت بسلام في لقطة صعبة على المرمى المغربية. كرات بمثل هذا الشكل، الكرة تصل على جهتها اليسرى العرضية. برافو يانيس، برافو يانيس. بن الشاوش يتصدى. من منحنا الهدية البحراوي الآن. البحراوي يمرر كرة. إلياس البومسعودي يسدد. البديل نعم كان قريب من الثالث. أرجوكم يا شباب لا نريد إعطاء هدايا. حكم يعطي إشارة التنفيذ. مرفوعة في القائم الأول. لا زالت من يتابع. ركنية من جديد. ركنية من جديد. كم كانت جميلة دي اللقطة، كم كانت جميلة دي الانطلاقة بالسرعة الآن من اللاعبين الأمريكيين. ممنوع المرور يا معمر، ممنوع المرور يا معمر. مرت سلامات. كيف تركتم؟ نعم كيف تركتم بيرمال وحده. مغربية خرج كرة فؤاد الزواني. زواني للأمام. إلياس يطلبها. امشي يا إلياس، امشي يا إلياس، امشي يا إلياس. غير معقول يا إلياس. لا زالت مغربية. جول. هدف يقرب البعيد، هدف يقرب المسافات، هدف يعبد الطريق إلى المربع الذهبي. ياسين جسيم فعلا. ياسين جسيم فعلا. هذا هو التحدي المغربي، هذا هو الإصرار المغربي. لا مستحيل مع المغربي. هكذا التحدي للمغاربة. دخلوا التحدي فكانوا في الموعد. من هنا البداية ومن هنا أصل الرواية في حكاية الجول الثالث. هنا الإصرار يا إلياس. امشي إلياس، يتحدى إلياس، حطها إلياس وجول.
نلعب وكأنه تعادل، نلعب وكأنه 2-1. هذه مرفوعة داخل منطقة الجزاء الرأسية. يانيس خذ وقتك يانيس، خذ وقتك. يرسل للأمام داخل منطقة الجزاء خطيرة. يانيس يا بطل، يانيس يا كبير، يانيس يا بطل. إذن في هذه اللحظات نعم صافرة الختام والصافرة تعني الوصول إلى نصف نهائي نعم كأس العالم. فعل أسود الأطلس.